شايفين هالغرفة وهالكراكيب؟ من هون بلشت سلسلة توب 10 الرمضانية اللي عشنا فيها مع بعض على مدار الشهر الفضيل. بس في قصة صغيرة ما حكيتها لحدا وقررت إني أحكيها بالحلقة الأخيرة من سلسلتنا توب 10. قبل رمضان بفترة كنت متحمس كثير للسلسلة، وقعدت مع شوية أشخاص يعتبروا زملاء وبثق فيهم، وتناقشنا من باب النية الطيبة. شاركتهم فكرة برنامج توب 10 الرمضاني وتفاصيله حرفيا، والمفاجأة إنه بعد فترة بكتشف إنه الفكرة تم نسخها ولصقها حرفيا زي ما أنا عملتها أو زي ما أنا حكيتها قدامهم. زعلت أكيد، يعني انقهرت بالبداية، بس أنا كعقرب بعرف إنه الفكرة ممكن تنسرق، بس الأسلوب والروح والأشياء اللي موجودة صعب تنسرق. فقررت أكمل وأتعب على السكريبتات اللي قاعد بكتبها، وحتى المونتاج، مع إنه ما عندي فكرة عميقة في المونتاج، إلا إنه قررت إنه أنا اللي أمنتج عشان أستعجل أكثر، أو زي ما بيحكوها عشان أطلع إشي يليق بكم، يليق بكما، يليق فيكم يا معلم. والله أنا بحبكم، يعني أخوكم أنا، مشوها. للأمانة رهاني كان عليكم أنتو، وفعلا ما خيبتوني أبدا. واليوم وإحنا بنختم بهاي السلسلة بحب أحكي لكم إنه بفضل الله وبفضلكم أنتو سلسلة توب 10 كسرت حاجز المليون مشاهدة، مليون أخ وأخت، مليون نبضة نجاح. كل لايك وكل تعليق وكل شير عملتوه كان بالنسبة إلي أكبر رد اعتبار. شكرا لكل شخص آمن بهذا المحتوى، شكرا لأنكم أثبتوا أنه النسخة الأصلية دايما بتفوز. رمضان خلص وسلسلة توب 10 خلصت، بس العقرب يا دوب بلش يسخن. فكركم راح أوقف هون. بعد العيد مجهز لكم قنبلة راح نطلع بمستوى ثاني تماما، قصص راح تحبس أنفاسكم، فيديوهات بأفكار مجنونة، وسلاسل جديدة راح تخليكم تستنوا الإشعار على نار. اللي شفتوه برمضان كان مجرد تسخين للقادم. كل عام وانتم بألف خير وعيد فطر سعيد، وربنا يتقبل منكم صيامكم، وإن شاء الله ربنا بيبلغكم رمضان القادم. افرحوا وانبسطوا بالعيد وأكلوا معمول عشان تخلصوا المعمول وتيجوا علي تشوفوا أنا شو مجهز لكم. مجهز لكم إشي كثير حلو، قصة مكان ومش قصة مكان، شغلة فخمة جدا. تصبحون على خير، وللمرة الألف كل عام وانتم بخير. حي الله العقرب الأردني والنعم منه، اسمع مني ترى المفرق كلها تغني له. العقرب حاضر والباقي تقليد، من المفرق طالع صوتي حديد. دير بالك يلي تقلد عراس الأصول، مهما سبقت العقرب دايما هو الأول. العقرب حاضر والباقي تقليد، هيا